اهلا بكم يا اجدع ناس في قناه الحلواني. لو اول مره تشوفني دوس على زر الاشتراك دلوقتي وفعل الجرس عشان ما يفوتكش حاجه من اللي جاي. النهارده هنتكلم عن اول عقل من سلسله العقول الثلاثه، وهي سلسله هتفهمكم حاجات كتير عن نفسكم. هنبدا بالعقل اللي مش بيعرف يسيطر على نفسه، العقل اللي اول ما يشوف موقف درامي او حب يبدا يعمل لك مشاكل، العقل العاطفي. ادخل يا ابني بالانترو. طيب يا جماعه، العقل العاطفي ده هو اللي بيحس قبل ما يفكر. يعني لو حد قال لك كلمه حلوه تلاقيه بيفكر ده اكيد بيحبني، ولو حد بص لك بصه مش تمام العقل العاطفي يقول لك ده اكيد بيكرهني. هو عقل حساس جدا، بيفكر بقلبه اكتر من دماغه. تخيل معايا انت قاعد في كافيه وفجأة عينك تقع على حد حلو، العقل العاطفي يروح سايب كل حاجة ويقول لك ده حب من أول نظرة، وتلاقي نفسك بتفكر في شكل الفرح وأسماء العيال، وكل ده وانت لسه ما اتكلمتش معاها كلمة واحدة، وبعدها لما تروح تكلمه وتلاقيه مش مهتم العقل العاطفي يزعل ويقول لك كان حلم واتكسر. طبعا عقلك المفكر يقول لك ما هو كان لازم تفكر قبل ما تتنيل تحلم. لما صاحبك ما يردش على مكالمتك لمدة نص ساعة العقل العاطفي يقول لك ده أكيد زعلان مني، أكيد في حاجة غلط، فتقعد تفكر إيه اللي عملته غلط وتبدأ تبعت له رسائل طويلة عريضة، وفي الآخر يرد عليك يقول لك كنت نايم. مالك؟ طبعا العقل المفكر هنا بيقول ممكن تاخد الامور ببساطه شويه. مديرك زعلك عشان حاجة والعقل العاطفي يقول لك دي مؤامرة، أكيد ما بيحبنيش، فبدل ما تركز في شغل تقعد طول اليوم تفكر إزاي هتقول له المرة الجاية أنت ما تعرفش أنا مين. انت صحيت من حلم وحش والعقل العاطفي يقول لك ده انذار من ربنا، حاجه وحشه هتحصل، هتلاقي نفسك طول اليوم قلقان ومش مركز، والعقل المفكر يقول لك ده حلم يا بني ادم، حلم فوق بقى. بس العقل العاطفي مش قادر يهدى ويقعد يعكنن عليك اليوم كله. تشوف اتنين بيتخانقوا والعقل العاطفي يروح مسيطر ويقول لك انت لازم تتدخل، دي مسؤوليتك، فتروح داخل في النص وتلاقي نفسك واخد بوكس على غفله، والعقل المفكر يطلع في اللحظه دي ويقول لازم تمشي بس في شويه الاول. وكده نكون عرفنا ازاي العقل العاطفي بيسيطر علينا في حياتنا اليوميه. دي كانت بس البدايه، في الحلقات الجايه هنشوف ازاي العقل المفكر والعقل الشهواني بيشتغلوا مع بعض او ضد بعض. قول لنا في التعليقات ايه الموقف اللي مريت بيه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان توصل لكم الحلقات اول باول. اشوفكم قريب، سلام.